ماشي. يلا. اوكي، خلينا نتكلم عن ايه الفرق بين فنون جميلة وفنون تطبيقية في قسم جرافيك، او ايه الفرق بين قسم جرافيك في فنون تطبيقية وفنون جميلة. يعني الاتنين يؤدي الى نفس المعنى. المهم، اول حاجة مبدئيا الاتنين بيطلعوا يشتغلوا نفس الشغلات بالظبط. يعني اللي بيتخرج من فنون جميلة او فنون تطبيقية في قسم جرافيك بيشتغلوا نفس الحاجات، اي حاجة خاصة بجرافيك. خلينا نبدأ بقى بأول حاجة في الدراسة نفسها. الاتنين بيتخصصوا فيه من تاني سنة. يعني اللي بيدخل جرافيك فنون جميلة أو فنون تطبيقية بندخل إعدادي الأول، وبعد كده من تاني سنة بدأ يتحدد لنا الأقسام على حسب التنسيق الداخلي بتاعها. يعني لو في إعدادي جبت مجموعة جرافيك هدخل جرافيك، أو جبت أعلى هدخل جرافيك، جبت أقل مش عارف أدخل جرافيك، على حسب المجموعة. يعني احنا مش بنكون ضامنين إن احنا داخلين القسم على طول، غير لما بنكون شايف، غير لما بيطلع النتيجة الأول أو بتطلع التنسيق الداخلي حسب. انا عماله احس ان عماله اصعب الموضوع بجد. عايزه اسهل لكم الحوار لانه هو سهل وانا بحس ان بعقد الموضوع. المهم، يعني ندخل اعدادي، نخلص اعدادي، نطلع النتيجه بتاعت اعدادي، نشوف التنسيق الداخلي بتاع القسم نفسه، جبناه خلاص هندخله، ما جبناهوش مش هندخله، في الاتنين زي بعض. اوكي. بعد ما دخلنا القسم، اسلوب الدراسه نفسها جوه بقى. في فنون تطبيقيه جرافيك مفيش شعب، انما في فنون جميله في شعبتين اتنين. جرافيك تصميمات مطبوعه ورسوم متحركه وفن كتاب، تصميمين، شعبتين اتنين بيتخصصوا فيه من تالت سنه. انما فنون تطبيقيه في قسم جرافيك بتدخلوا وتدرسوا ال4 سنين طول الحاجه تقريبا يعني. ان شاء الله ما اكونش غلط. طيب ايه الشعب اللي في فنون جميلة؟ اول حاجة هي التصميمات، تاني حاجة هي رسوم متحركة وفن كتاب. التصميمات زي ايه؟ اي حاجة خاصة بالطباعة، يعني بيشتغلوا في الحفر على اي معدن، المعادن والاخشاب، وبعد كده بيرجعوا يطبعوها زي الصور اللي حاطه لكم هنا كده. فبيكونوا فاهمين بعد كده بقى في اي حاجة خاصة بالطباعة بقى في الدنيا كلها، يعني طباعة السجاد وطباعة المفروشات وطباعة مش عارفة ايه. وبيشتغل برضو في الدعاية والإعلان والبوسترات والحاجات دي كلها. إنما في، وبيكون صحيح شاطرين برضو جدا في الرسم. إنما في قسم رسوم متحركة وفن كتاب، من اسمها كده رسوم متحركة، فبندرس أي حاجة خاصة بالأنيميشن، رسم شخصيات، رسم خلفيات، رسم الأنيميشن نفسه ازاي نحرك، والموشن جرافيك. فمن اسم بتاع كده رسوم متحركة، فن كتابة أي حاجة خاصة برسم الكتب، الكوميكس، رسم الأغلفة، رسم الكتب الأطفال، رسم الكوميكس اللي شبه المانجا اليابانية كده، يعني شبه المجلات. وبرضو بياخدوا اي حاجة خاصة بالدعاية والاعلان، رسم اللوجوهات، الهوية البصرية لأي شركة، البوسترات، اغلفة اللي هي بقى لو هصمم علبة لمنتج معين وهصمم التصميم اللي يبقى عليها والكلام ده كله. ده برضو بيعرفوا يعملوه ايه اللي في فنون تطبيقية. زي ما قلت لكم الدراسة شبه بعض جدا جدا جدا، والتخرج بعد ما تخرجوا بتشتغلوا نفس الحاجة عادي جدا. بس يعني الا بس حتة الرسم في الاتنين. فنون جميلة اعتمادها الأكبر جوه الكلية على الرسم، مفيش مهرب من الرسم في فنون جميلة. أصلا ندخل فنون جميلة عشان بيكون حابب الرسم أكتر. إيه، مش شرط تكون زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا داخلين شاطرين في الرسم، بس عندنا الحب ان احنا نتعلمه. بدل عندنا الحب ان نتعلمه خلاص فالباقي سهل. انما لو كده مش هيبقى كده خالص يعني. انما في فنون تطبيقيه يعني مش معتمده على الرسم، في ناس بتكون شاطره في الرسم وبتكون بيشتغل اكتر في حاجات اللي فيها ممكن الرسم. يعني في ناس ما بتكونش شاطره في الرسم وبتعدي امورها عادي خالص. ف الفرق بينهم هما الاتنين الرسم. ايه الحاجات بقى اللي بتخرجوا الاتنين بيشتغلوها بره؟ اي شركات بتشتغل في الدعايه والاعلان اللي هي اسم البوسترات والحاجات ديت، لوجوهات، هويه بصريه للشركات، تصميم اغلفه اي حاجه على الكوكب، تصميم أغلفة الكتب والرسوم التوضيحية اللي هي كتب الأطفال والكوميكس. ايه تاني؟ الأنيميشن، رسم شخصيات، رسم خلفيات في الموشن جرافيك، ويطول تخصصات بقى الحاجات اللي تبقى جوه كل حاجة فيهم. فالاتنين بيتخرجوا يشتغلوا في أي حاجة خاصة بجرافيك. من أصلا أحلى الحاجات اللي بتحصل في أي حد متخرج من فنون جميلة أو فنون تطبيقية هي إن هما بيكونوا خارجين عارفين يشتغلوا كل الحاجات اللي بقولكوا عليها ديت. ليس بقى اللي هو يعني اللي هيتخرج بقى يشتغل على نفسه في حته معينه وينطلق فيها ويتميز في الحته ديت. بس لما بتكون متخرج فانت عندك خلفيه بكل حاجه انت درستها، يعني طول 4 سنين
بتدرسهم كل حاجه بقى خاصه بالجرافيك. يعني 4 سنين دولت مش قليلين، بيدرسوا حاجات كتير. اي نعم بتدرسوها كده نبذات بسيطه عن كل حاجه، بس في حاجات بتكونوا بتدرسوها اكتر من الحاجات التانية. بس بتكونوا خارجين وانتوا عارفين كل حاجه خاصه بجرافيك يعتبر. يعني عليكم بقى انتوا تعملوه لو انتوا داخلين لسه الكليه، تجتهدوا اجتهادا فظيعا في اعدادي عشان خاطر تجيبوا مجموع عالي يدخلكوا اي قسم انتوا عايزينه، وما تضطروش تنحصروا في قسم انتوا مش عايزينه في الاتنين. لان انتوا لو دخلتوا قسم انتوا مش حابينه بجد ساعتها الموضوع مش هيبقى احسن حاجه بالنسبه لكم. هتتعبوا شويه على ما تتاقلموا عليه، لانكم ما كنتوش عاملين حسابكم. وعلى فكره ساعات برضو في ناس بتدخل الكليه وبتشوف قسم غير اللي هي كانت عايزه اصلا بتدخلوا مزاج. يعني لما كنت داخله على حسب حاجه تانية خالص غير جرافيك، وبعد كده قررت ادخل جرافيك. فانت بتكونوا داخلين وعلى حسب بقى تشوفوا جوه هتعملوا جوه. بس لان اوقاتي مثلا وقتي من 5 سنين يعني ما كانش موجود اي حاجه عن النت، اي معلومات عن النت، اي حاجه عن الكليه حرفيا. كان صعب جدا جدا ان الاقي معلومه. كنت حتى بقرا عن مثلا على جوجل وكده، ما كنتش فاهمه يعني ايه قسم جرافيك، يعني ايه قسم مش عارفه ايه. كانش في ناس بتشرح. بس دلوقتي الحمد لله بقى في ناس بتشرح كتير جدا، حتى في اختبار القدرات في ناس بتشرح كتير جدا على اليوتيوب في اختبار القدرات. اي ما كانش في حاجه خالص زي كده، عشان كده ساعتها اضطريت انزل كورس مثلا. فبجد يعني من النت من احسن الحاجات اللي حصلت ان انتوا بقيتوا عارفين اكتر الحاجات عن الكليات حتى من غير ما تدخلوها. وبس كده. فده الفرق ما بينهم هما الاتنين. والميزه بقى في الكليات بجد عكس اللي انتوا بتاخدوه بره. يعني مثلا اي حد ممكن يقول مثلا هتعلم جرافيك بره القسم بره، يعني من غير ما ادخل الكليه ممكن ده يحصل. بس الفرق بس ان انت ما بتكونش عندك حته فنيه. يعني انت مثلا لو خدت كورسات بره بتاخد البرامج، بتاخدش ازاي تفكر. من الحلو بقى في الكليه انت بتاخد ازاي تفكر اساسا، ازاي بتتجبر اساسا ان انت تتفكر ازاي تفكر. فده الفرق بين في الكليه، ده الفرق اللي بين اللي درس بره. بس الاتنين بيشتغلوا برضه، يعني الاتنين بيشتغلوا والدنيا تبقى فل قشطه يعني. بس كده. يعني ده الفرق بينهم هما الاتنين. واتمنى الموضوع يكون واضح، ما صعبتش الموضوع ولا كلكعته، عشان خاطر انا ساعات كده بتكلكع على حوارات. بس كده. باي باي. انا كنت قلت في فيديو بتاع اختبار القدرات ان هيجي نظري او ممكن يجي نظري، بس سالت ونظري اتلغى. انا متاخره في الموضوع ده متاسفه جدا. فالنظري اتلغى عشان لو اي حد فكر انه يشوف النظري. يعني النظري تقريبا اتلغي من السنه اللي فاتت او ممكن اللي قبلها كمان يعني. سوري جدا. فما تلاقوش مفيش نظري. واحسن حاجه بصراحه ان هم خلصوا ان هم شالوا النظري، لان النظري كان من ارخم الحاجات بجد. مش عارفه ازاي عدت فيه ساعتها. المهم بس كده. وبالتوفيق للجميع يا رب. باي باي.